لو لسه ما جربتيش تسوية المحشي في الفرن فانتي فايتك كتير جدا، الطعم مختلف وبيطلع يجنن. تعالي النهارده نعمله بكل انواعه وتفاصيله وتركات بتفرق جدا في طعمه. يلا بينا نبدأ على طول. لايك وشير الفيديو، قولولي مين اكتر حد في العيلة عندكم بتحبوا تاكلوا من ايده محشي، لان دايما في كل عيلة كده حد بيبقى مميز بالمحشي بتاعه. ابعتولي في الكومنتات قولولي واعملوا منشن. ويلا بينا نبدأ على طول ونسمي الله ونبدأ. وأول حاجة هبدأ بيها تسبيكة المحشي. حلة على النار فيها ربع كوباية زيت، هنزل فيها ب2 كيلو بصل مفرومين خشن لأن أنا عاملة كمية النهاردة والمحشي بيحب البصل الكتير. هقلبهم كده لحد ما يصفر معايا ويدبل معايا بالشكل ده. هنزل عليه بقرن فلفل أحمر حلو، قرن فلفل رومي متقطعين قطع صغيرة، دول اختياري لكن بيدوا طعم حلو جدا للمحشي. وهبهرهم معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود وكمون وكزبرة. تقلبتين كده البهارات تتشوح مع الفلفل والبصل يتحمر شوية. ننزل بصلصة طماطم او عصير طماطم، انا هنا عندي صلصة طماطم بيور كنت عاملاها في البيت. هسيب بقى تسبيكة المحشي على نار هادية لحد ما تتسبك كويس جدا. وهبدأ اجهز الخضار اللي عندي، كوسة وفلفل وبتنجان، هبدأ اقورهم بالشكل ده. الكوسة بنقطع الجزء اللي فوق وكمان حتة صغيرة كده من تحت، اهم حاجة ما نخرمهاش. وبالراحة كده بالمقوار على طول نفضل نجوفها ونقورها بالشكل ده. واخر حاجة نعمل فيها شكل حلو كده، بيدي شكل حلو، كمان بنشيل الصمغ اللي بيكون عليها من بره. وانا طبعا بجهز الخضار ده جنبي طبق كبير فيه ميه عشان اللي اخلصه احطه في الميه على طول. والبتنجان هعمله بنفس الطريقة لكن هطريه شوية بالشكل ده. ونقطع الجزء اللي فوق ونبدأ نقوره. ممكن بقى تسهلوا على نفسكم الخطوة دي وتكسبوا كمان ثواب. في ناس كده بتبقى قاعدة في الشارع بيبيعوا الحاجات دي متقورة جاهزة، تاخديهم وتغسليهم كويس جدا وتحشيهم على طول. هاخد بقى الخضار ده كله اغسله كويس جدا تحت المية، واخر غسلة ليه هغسله بشوية ملح ونقطتين خل عشان اضمن نظافتهم كويس جدا. هغسله كمان مرتين بعد الخل وبعد الملح كمان واصفيه كويس. وتعالوا بقى نجهز خلطة المحشي. التركاية اللي بتفرق في اي نوع محشي تعملوه، بصلتين مفرومين ناعم عليهم رشة ملح وفلفل اسود وكزبرة، وندعك البصل كويس جدا بالشكل ده. هنزل عليهم بكيلو ونص رز مغسولين لان انا عاملة كمية النهاردة فهستخدم كيلو ونص رز. وهقلب الرز في البصل بالشكل ده. وهنزل عليهم بقى بالتسبيكة بتاعتنا، شايفين تقيلة ازاي ولونها احمر حلو جدا. ده من غير صلصة طماطم اللي هي المعلبة، كل ده بالصلصة البيور اللي انا عاملاها. شايفين بقى لون المحشي ازاي كده بعد ما اتقلب في الصلصة. هنزل عليهم بقى بخضرة غسلتها كويس جدا وقطعتها قطع صغيرة، شبت وكزبرة وبقدونس. وهقلبهم كمان مع الرز والصلصة بالشكل ده. وعايزة بقى المحشي يكون مفلفل، سيبي الخلطة تبرد شوية قبل ما تنزلي بيها على الرز. وبعد ما خلصت رص المحشي كله في الصينية، هجيب بقى شوربة عليها معلقة سمنة بلدي وكمان معلقة من صلصة المحشي. وهبدأ أسقي الصينية بالشكل ده. الشوربة تكون حوالي مغطية ربع الفلفل والبتنجان والكوسة من تحت. هجيب بقى ورقة زبدة اغطي بيها المحشي، وبعد كده ورقة فويل. هنا الورقة دي اتقطعت مني فجبت ورقة تانية، اهم حاجة ان هو يكون محكوم كويس جدا عشان البخار ما يطلعش بره. وهدخله في الاول على فرن سخن اول ربع ساعة، هلاقيه غلي معايا، ههدي عليه النار واسيبه يكمل سواه. هنا كده خلاص طلعته من الفرن واستوى معايا والرز مفلفل وطالع يجنن، لكن انا هدخله تاني الفرن 10 دقايق كده ياخد وش كمان. وهنا كده بعد ما خرجته من الفرن شايفين بقى شكله عامل ازاي، حلو جدا. وحركة تسوية الفرن بتفرق في طعمه، هتلاقوا الطعم مختلف خالص عن المحشي التاني. ممكن نعمل ده في ورق العنب والكرنب بأي نوع محشي، لو دخلناه الفرن بيبقى حلو جدا. وده كان اوردر عندي بألف هنا وشفا لاصحابه. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعة للصفحة.